اخيرا حسام حسن مدير فني للمنتخب المصري، وخلينا متفقين ان مستحيل العالم كله يتفق على شخص واحد. لازم يطلع نسبة من الناس كده ينتقدوا الشخص ده او يكونوا ضد القرار ده، عشان فعلا بعد اعلان رسميا حسام حسن كمدير فني للمنتخب المصري قسمنا الى فريقين، فريق بيأيد القرار ده جدا وفرحان ان حسام حسن اخيرا بقى مدير فني، فريق تاني بينتقد ده وبيقلل من شأن حسام حسن. لكن وجهة نظر اللي بيقلل ان حسام حسن مش فنيا قوي وان الجرينتا مش كل حاجه، والناحيه التانيه اللي بيقول لا حسام حسن الوحيد اللي ينفع للمنتخب وان الجرينتا بتاعته وشخصيته هي اللي تمشي مع اللعيبه دي. ولكن تعالى وهقول لك الخلاصه، مدربين كتير في مصر خدت فرصتها وتولت تدريب منتخب مصر، الوحيد اللي ما خدش فرصته والوحيد اللي ناس كتير ما اجمع على قرار تعيينه هو كابتن حسام حسن. فيا سيدي سيبه ياخد فرصته، ومنها تضرب عصفورين بحجر، منها تسكت الناس اللي بيطالبوا ان هم عاوزين حسام حسن وهو يا سيدي خد فرصته، ومنها نشوف يمكن تيجي معاه هو. وغير كده انت مش خسران اي حاجه ولا كسبان برضو اي حاجه، وعلى راي المثل ضربوا الاعور على عينه قالوا خسرانه خسرانه. وكفايه عظمه لحد كده.